اللي جايه دي بقى الكبيره، اللي جايه دي الكبيره قوي. ايه بقى الكبيره قوي؟ من امبارح في بعض الناس ومواقع وصحف وناس ناشطين على السوشيال ميديا عاملين مقارنه ظريفه قوي. قال لك ايه؟ قال لك الاهلي صرف 5 مليون فيما في المجمل، يعني 5 مليون دولار على الصفقات الجديده بمجموع اللاعبين المصريين اللي كانوا بالجنيه على اللاعبين الاجانب، حسبوها 5 مليون دولار. والزمالك صرف 2 مليون دولار والنتيجه في الاخر كانت تعادل. ده يا جماعه كلام ما لا ليه علاقه بالعلم ولا الاحتراف ولا بالكوره ولا بالعقل ولا باي حاجه. والا كان ريال مدريد المفروض لا يتعادل ولا ماتش ولا يخسر ولا ماتش. كان مانشستر سيتي ما يبقاش في الحاله اللي هو عليها ديت. ولا مثلا الهلال السعودي كان يتعادل اي ماتش في الدوري السعودي وهو كان بقى معاه كل اللعيبه والنجوم العالم. ولا النصر بكريستيانو رونالدو يتعادل او لسه خسران من الاتفاق، ولا يتعادل ولا يخسر في الدوري السعودي. وما فيهاش كده. انت لما بتبني فريق باسماء كبيره بتبني للمجمل. المجمل ده اللي هو انا عايز اكسب بطوله كبيره، انا عايز احافظ على قوه الفريق في مجمل البطوله، بس ما تقطعليش حتت بقى. يعني مش كل ما الاهلي هيتعادل او هيخسر مباراه ايه ده، هو انت جايب الصفقات دي كلها والفلوس دي كلها وبتتعادل مثلا مع البنك، بتخسر من البنك، لا بتتعادل مع طلائع الجيش، مش عارف. مفيش كده. انت مش بتلعب لوحدك.